ده بروسلي البطل بتاع فيلمنا، اما دي فبتكون ريا. وفيلمنا بيبدأ وهو مع أخته كافيا وبيكونوا صغيرين وبيرجعوا البيت وأبوه دايما بيهتم بيه وعايزه يكون محصل قضائي، وده بيخلي أخته تتضايق وعمالة تعيط وهو بيحاول يهون عليها. وبيجي الليل وبيسمع أبوه وهو متضايق علشان مش معاه فلوس يعلمهم هما الاتنين، فبيروح المدرسة وبيتعمد يكون فاشل وأبوه بيزعق له علشان درجاته وحشة وبيفضل يضرب فيه وبيقول له من النهارده أختك هي اللي هتبقى محصلة قضائية. وبروسلي بيكون فرحان بقراره وعمه بيسأله ليه عملت كده، بيقول له علشان اختي تتعلم مكاني. وبعدها بتعدي السنين وبيحاول واحد يخطف عروسه في يوم الفرح بتاعها، لكن بروسلي بيوصل للمكان وبيكون لابس ظابط وبيفضل يضرب فيهم وبيدافع عن البنت ومحدش بيكون قادر عليه. وفي نفس الوقت ريا بتكون موجوده وبتصور كل حاجه، وبعدها بتحكي لاهلها وبتكون معجبه جدا بيه. وهو بيروح يمثل مشهد سينمائي في فيلم وبنعرف انه شغال كومبارس وكان عامل دور ظابط، وبعدها بياخد فلوس من المنتج وبيقول هشتري لابتوب جديد لاختي. وتاني يوم ابو رام بيتكرم من صاحب الشركه اللي شغال فيها وبيكون اسمه جيراج، وهناك راهول ابنه بيشوف كافيا وبيعجب جدا بيها. ولما رام بيرجع البيت بيفضل يزعق لبروسلي علشان فاشل وبيشتغل كومبارس، وبيقول له الفلوس اللي انت بتكسبها ممنوع تدخلها بيتي. وبعدها عمه بيوصل للمكان وبيدي اخته اللابتوب كانها كسبته في مسابقه، فبتروح تشكر اخوها لانها عارفه ان هو اللي جابهولها. وده واحد اسمه رافي وبيكون ابن عمه وشغال ضابط شرطه. وبروسلي بيكتشف ان اخته مش هتعرف تدخل كليه القانون علشان مش معاها واسطه، فبيروح تاني يوم لواحد مسؤول وبيطلب منه يوصي عليها، لكن بيكون رافض كلامه، فبيقول انا مش هتحرك من قدام بيتك غير لما توافق. وفعلا بيدخل الليل عليه وبعدها بيطلع الصبح وبرضه بيفضل موجود. وده بيكون ابن المسؤول ورايح المدرسه وبيركب عربيه ابوه بيحاول يسوقها، لكن بروسلي بيشوفه وبيجري وراه لحد ما بيقدر ينقذ حياته في اللحظه الاخيره، وبعدها بيوافق المسؤول على كلامه. وتاني يوم ابوه بيقول لكافيا انها اتقبلت في الكليه، لكن بتعرف من صاحبه ان بروسلي هو السبب وعرض حياته للخطر، فبتروح تشكره على كل حاجه بيعملها معاها. وبيقول لهم لازم ابويا يفضل فاهم ان هو اللي بيساعد بنته. ومن ناحيه تانيه بتتم عمليه ارهابيه في فندق كبير وواحد بيقتل كل الناس ومحدش بيكون عايش، لكن الشرطه بتوصل للمكان وبتقدر انها تموته. وده الظابط مارتا وبيقول للاعلام مهما حصل اقتصاد الهند مش هيقع. وبعدها بيجيله تليفون من رافي ومعاه دليل يخص العمليه الارهابيه، ولما بيروح يقابله بيلاقي كمين معمول عليه وزعيم العصابه ديباك واقف قدامه، ومارتا بيطلع خاين وبيسالوه على مكان الدليل لكن بيرفض يعرفهم اي حاجه، فبيضربوه وبيحاولوا يتحفظوا عليه. وتاني يوم بروسلي بيعرف ان ريا منزله صورته على الفيسبوك بلبس الظابط، فبيروح لها المكتب علشان يحاول يهزقها، لكن اول ما بيشوفها بيعجب جدا بيها وهي مش قادره تصدق انه واقف قدامها وبتكون فاكراه ظابط، فبيرجع في كلامه وبيكمل الكدبه معاها. وتاني يوم بتكلمه في التليفون وبتطلب انها تشوفه، وفعلا بيروح يقابلها وبتحكي له كل حاجه عن نفسها، وساعتها بيحاول يعرفها ان هو مش ظابط وللاسف ما بتكونش مدياله فرصه، وبتطلب منه تروح معاه المهمه الجايه وتصوره وهو بيقبض على المجرمين، وساعتها بيضطر يجاريها في الكلام علشان ما يخسرهاش. وتاني يوم بتكلمه وبتعرفه انها موجوده في مصنع خمور ولازم يروح ينقذها ويقبض عليهم، وفعلا بيوصل المكان بتاعها وبيلاقيها موجوده قدامه وبيفضل يضرب فيهم ومحدش بيعرف يقرب لها. وبعدها الشرطه بتقتحم المكان وبتقبض عليهم كلهم، وبروسلي بيتكلم مع الضابط وبيفضل يحور عليه وبيسيبه يهرب بسرعه، وبيقول لريا ما تعرفيش حد اني ظابط لاني عميل سري، وهي بتحضنه وبتكون فرحانه جدا. وفي نفس الوقت بنلاقي ديباك متضايق وبيفضل يزعق للظابط وعايز يعرف مين اللي ضرب رجالته وقفل مصنعه. ومن ناحيه تانيه جيراج بيروح لبيت رام وبيطلب ايد بنته لابنه راهول وبيكون متفاجئ جدا وفرحان. وكافيا بتاخد راي اخوها لانها بتثق فيه وبيقول لها لازم توافق لانه عريس مناسب، وبعدها بيحددوا ميعاد الخطوبه. ومن ناحيه تانيه الظابط بيشوف ريا موجوده في المول ورجاله ديباك بيخطفوها لانها هتدلهم على مكان بروسلي، وهي كالعاده بتكلمه في التليفون وبتعرفوا المكان اللي مخطوفه فيه. وفعلا بيوصل هناك وبيفضل يضرب فيهم ومحدش بيكون قادر عليه وبيخليهم يندموا على كل حاجه عملوها. وبالصدفه رافي بيكون موجود ومتكتف لكن للاسف ما بيقدرش ان هو يشوفه، وكالعاده بتروح الشرطه المكان وبتقبض عليهم. ومن ناحيه تانيه ديباك بيقابل ضابط شريف وبيعرض عليه رشوه لكن بيكون رافض، فبيقول له انا خطفت بنتك ولبستها قضيه مخدرات وما
وموجودة في الاسم. ولما بيروح مركز الشرطة بيلاقي بنات تانية اللي موجودة في الحجز، وبتكون بينهم كافيا اخت بروسلي، فبيكلموا في التليفون وبيقول له بنتك لسه معايا، فبيضطر الضابط يوافق ويساعده في قضية الارهاب. ووقتها بيدفع الكفالة للبنات، لكن هيفضل عليهم قضية. وبعدها كافيا بترجع البيت وبيسألوها كنت فين، فبتقول انها كانت مع اصحابها في السينما. ولما بتدخل اوضتها بتكون زعلانة جدا وبتقرر تنتحر، لكن بتشوف بروسلي قدامها وبيسألها ليه هتعمل كده، فبتروح تحضنه وبتفضل تعيط وبتحكي له انهم مسكوها هي واصحابها وخدوها لمكان مجهول، وبعدها ادوها حقنة مخدرات وخلوا الشرطة تقبض عليهم واترمت في الحجز. ولو القضية استمرت مش هتكون محصلة قضائية، وبروسلي بيكون متضايق جدا وعايز ينتقم. وبعدها بيروح لمكان ديباك ورجالته وبيقول له انا اللي قفلت المصنع بتاعك، وبيحذره يقرب من اخته. وساعتها بيفضل يضرب فيهم واحد واحد ومحدش بيكون قادر عليه. وفي نهاية الامر بينتقم من ديباك وبيندمه على كل حاجة عملها معاه وبيسيطر عليه. ووقتها بيلاقيه مصور كل اللي حصل لما خطف اخته، وبعدها بياخد التسجيلات على فلاشة وبيروح لاسم الشرطة وبيسحل ديباك على الارض وبيسلمه ليهم، وبيدي الفلاشة للضابط الفاسد اللي هيطلع اخته من قضية المخدرات. وتاني يوم بيرجع البيت وابوه كالعادة عمال بيزعقله، لكن بيروح يحضنه وبيكون عمال يعيط. وبيقابل اخته وبيقول لها القضية اتسحبت، وهي بتفرح وبتشكره على كل حاجة بيعملها ليها. وديباك بيدخل المستشفى وجراج بيروح له، وبنعرف ان هو ابنه ومتجوز واحدة تانية على مراته، وهناك بتقول له لازم تنتقم من اللي ضرب ابني وتقتله. وبعدها بيجي ميعاد خطوبة كافيا وكلهم بيكونوا فرحانين، وجراج بيتعهد لمراته مالي هيرجع حق ديباك. وبروسلي بيطمن اخته طول ما هو عايش محدش هيقرب من اسرته. وتاني يوم جراج بيؤمر رجالته يوصلوا للشخص اللي ضرب ابنه ويقتلوه في اسرع وقت، فبيروحوا لمكان شغل ريا وبروسلي بيوصل لها علشان يرجعها البيت، وهم بيكونوا ماشيين وراهم وعايزين يموتوهم. وبعدها بيدخلوا البيت وبتعترف قدام اهلها انها بتحبه وعايزه تتجوزه، لكن بيشوف ابوها وبيكتشف انه ظابط وبيعرف انه رئيس المخابرات. ولما بيقف معاه بيقول له انت كذاب وبتضحك على بنتي وانت في الاساس مش ظابط، وهو بيقول له حاولت اعرفها الحقيقه وهي بترفض تسمعني. فساعتها بيعرض عليه مهمه وبيعرفه ان ديباك بيكون ابن جراج، وهو في الاساس مجرم مقاتل وزعيم عصابه. وبيقول له زمان جراج كان شغال في معامل فاسوندرا واتجوز بنته مدير، وبعد ما جوزها مات في حادثه عربيه وابنها راهول كان عنده 2 سنين، وفضل مخبي عنهم انه متجوز واحده تانية اسمها مالي ومخلف منها ديباك، ودلوقتي مترشح لمنصب سياسي وهو متورط في العمليه الارهابيه اللي حصلت في الفندق، وهيخلي راهول يتجوز اختك علشان يكسب تعاطف الناس ويكون وزير، ولازم نكشفه قدام مراته فاسو لانها مصدر قوته غنيه جدا. وبروسلي بيوعده هيساعده ويكشف كل جرايمه، وبيرجع لبنته وبيقول لها انا موافق على جوازك من بروسلي. وساعتها جراج بيعرف ان اللي قفل مصنعه وضرب ابنه ضابط مخابرات، ومتضايق ومش عارف هيتصرف ازاي. وبعدها بروسلي بيروح لابوه وبيفضل يثبت فيه علشان يشتغل معاه في الشركه، ووقتها بياخده البيت جراج وبيطلب منه يعين ابنه، وفعلا بيوافق يشتغل معاه وبيكون المساعد بتاعه. وبعدها بيقابل رئيس الاستخبارات وبيعرفه على سوزوكي علشان يساعده في القضيه بتاعته، وساعتها هما الاتنين بيحطوا خطه علشان ينفذوها. وتاني يوم جراج بيكون في المستشفى وعايز يطمن على ابنه، ومراته مالي بتكون معاه. ولما بيكون خارج سوزوكي بيخبط في مالي، وبروسلي بيفضل يصور فيهم كتير، وبعدها بيحط الصورة على مجلة وبيخلي فاسو تشوفها بالصدفة، وبتكون مصدومة جدا وعمالة بتزعق لجراج، وهو بيقول لها دي اخبار مفبركة وعايزيني ما ترشحش للمنصب السياسي. وبروسلي بيحاول يقنعه يكذب الخبر ويطلع مالي مع سوزوكي ويقولوا للاعلام انهم متجوزين. ولما بيخرج من مكتب مارتا بيشوفه قدامه بالصدفة وبيقول لجراج ده الظابط اللي ضرب ابنك ديباك، ومستغرب جدا. فبيجيب ابوه وبيسأله هو انت ابنك ظابط؟ فبيقول له ابني اصلا مش متعلم وممكن يكون واحد شبهه. وبعدها بيبعتوا صورة بروسلي لواحد هاكر وبيدخل على موقع الداخلية وبيتأكدوا انه فعلا ظابط ومتخرج سنة 2012، وبيعرفوا وقتها انهم شخصيتين عكس بعض. وبنكتشف ان بروسلي شاف مارتا في المكان وكلم رئيس المخابرات وزور ليه شخصية ظابط علشان خطتهم تكمل. ومن ناحية تانية جراج بيروح لمالي وبيقول لها انا الوصي على راهول لحد ما يتجوز كافيا، وبعدها هيموتهم كلهم في حادثة عربية وكأنها قضاء وقدر، وساعتها هياخد كل الاملاك وخطته اللي عملها من 20 سنة هتنجح. وفي نفس الوقت فاسو بتكون شاكة في جراج وبتبعت موظف عندها البيت مالي علشان تتأكد من المعلومة، وفعلا بيروح هناك وبيلاقي مالي وسوزوكي وبيمثلوا انهم متجوزين بعض، لكن سوزوكي بيتقمص الدور بزيادة وعمال بيضرب فيها، وجراج
بيكون شايفهم في كاميرا المراقبة ومتضايق جدا، فبيروح يضربه وبيقوله ازاي تعمل كده في مراتي. لكن فاسو بتوصل للمكان وبتكتشف كل حاجة، وبتقوله بكرة راهول هيتجوز والوصاية بتاعتك هتتشال من عليه، وبعدها هتقدم استقالتك من الشركة وتنسحب من الترشح للمنصب السياسي. وتاني يوم اخته بتتجوز وبيعملوا مراسم الزفاف وكلهم بيكونوا فرحانين جدا. وبعدها بروسلي بيعرف انهم رجعوا رافي وقبضوا على الهاكر اللي اقتحم موقع الداخلية، وبعدها مسكوا مارتا وقال لهم العملية الارهابية كانت متدبرة من جراج لانه عمل علاج فاسد وناس كتير ماتت بسببه. ولما مسؤول صحة حاول يكشف الحقيقة بعت واحد يموته في الفندق علشان تبان انها عملية ارهابية. والظابط رافي خد الدليل من عامل الفندق وعرفنا المكان المخطوف فيه وقدرنا نحرره. وبعدها بيقول له لازم تكشف لرايا الحقيقة، وفعلا بروسلي بيروح لها وبيقول لها انا مش ظابط وما قدرتش اقول لك علشان مش عايز اخسرك. فبتقرر وقتها تسامحه وبتقول له انا بحبك انت مش بحب وظيفتك. وتاني يوم رئيس الاستخبارات بيتضرب بالنار قدام بيته وبيقدروا وقتها يخطفوا بروسلي، وبيلاقي نفسه متكتف وديباك واقف قدامه وفاكرينه ضابط شرطة، وساعتها بيمسك السلاح وبيقرر يقتله. وللاسف بروسلي بيموت وبيطلع في الروح قدامهم، وبعدها بيحطوه في كيس وبيرموه في النهر وبيتخلصوا من الجثة. وفي نفس الوقت فاسو وكافيا بيكونوا في الطريق وفي واحد قناص بيدمر كل عربيات الحراسة بتاعتهم، وفي نهاية الامر بيسيطروا عليهم وبيقدروا يمسكوهم وبياخدوهم في مركب موجودة في البحر، وهناك بيقابلوا ديباك وبيعترف لهم ان هو ابن جراج، وبسبب فاسو كان ابوه مخبي هويته الحقيقية. وساعتها بيمسك السلاح وبيكون عايز يموتهم، لكن بروسلي بيوصل بالطيارة في اللحظة الأخيرة. وديباك بيسأل ازاي انت عايش، فبيقول له بدلنا الضابط الفاسد بالمعلم السينمائي بتاعي لانه شبهه جدا، واداك مسدس في شنك وانت موتني بيه وخرجت نفسي من المية بسكينة. وساعتها بروسلي بيبدأ يموت فيهم واحد واحد ومحدش بيكون قادر عليه. وفي نهاية الامر بيلاقي اخته بتهرب من ديباك فبيقدر يخلي الكونتينر يخبطه وساعتها بيموت. وفي نفس الوقت جراج بيعرف ان اسرته ماتت وبيروح علشان يشوفهم وبيفضل يمثل انه زعلان وبروسلي بيكون معاه، لكن بيتفاجئ ان اللي مات هو ابنه ديباك. ووقتها بروسلي بيقول له الحقيقة وبيكتشف ان هو والظابط شخص واحد وكان السبب في كل المشاكل اللي حصلت ليه. وساعتها جراج بيتعهد بانه ينتقم منه. وتاني يوم بيقابل بروسلي وبيكون ابوه موجود معاه، ووقتها بيقرر يموته ويخلص عليه قدام ابنه، وهو عايز يساعد ابوه لكن ما بيكونش عارف. وبيقول له حبيبتك مخطوفة وهتموت، وابوك بيطلع في الروح وقرر هتنقذ مين. وفعلا بياخد ابوه في العربية وبعدها بيوصل المستشفى علشان يتعالج. ولما بنروح لرايا بنلاقيهم عايزين يموتوها لحد ما بيوصل ممثل سينمائي صاحب بروسلي وبيفضل يضرب فيهم كلهم وبيتخلص منهم. وفي نهاية الامر بينقذ ريا، وبنعرف ان بروسلي كلمه في التليفون وطلب منه ينقذ حبيبته وهو وافق. وبعدها بيوصل المكان وبيشكره علشان ساعده وسمع كلامه. وفي نفس الوقت جراج الشرطة بتحاصره في الطريق وبنلاقي رئيس الاستخبارات لسه عايش وبيقول له رافي فاق وقدم الدليل وبيتم القبض على جراج. وبعدها العيلة كلها بتتجمع من تاني. ومن هنا بيخلص فيلمنا. لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس، واستنونا في فيلم جديد.